السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جبت لكم لي غاتو ساك لانه انا في موسم تاع الاعراس ومناسبات. الناس يحبوا يديروا لي غاتو ساك، خاصة يعني في الأعراس كان عادوا يديروا فوق لي طابل، يعني يحطوا لي غاتو ساك. جبت لكم زوج أنواع، راح ندير لكم فيديو هذا فيه نوع، والفيديو اللي بعده راح ندير غاتو ساك واحد آخر. هنا بالنسبة لهذا الغاتو ساك راح يكون فيه 250 غرام مارغرين طرية، ودرت فيها عطر البندق. هنا إذا كان متوفر عندك، إلا موش متوفر تقدري ديري لافاني عادي. هنا أنا كان عندي عطر البندق، درت هكذا عطر البندق راح يعطيني اللون للعجينه، وكما راح يعطيني ذوق بنين. عطر البندق ذوقه بنين بزاف في لي صابلي. هنا راح ندير كاس ناقص شويه يعني تاع السكر ناعم، ونخلط غير بالفوي ولا بيدي برك، لانه كي راهي سخانه المارغرين هنا راهي طريه، راهي ديجا رايحه تذوب من السخانه، بالتالي ما نحتاجش نطلعها بالباتور كيما موالفه. راح ندير فنجان صغير تاع زيت هكذا، ولا نصف كاس تاع لاتاي، هذا ندير نص كاس منه، يعني فنجان صغير زيت مع لا مارغرين هذه ومع السكر ناعم، ونخلط بيدي عادي، لانه قلت لك راهي المارغرين هنا طريه بزاف. ندخل غير المكونات في بعضها. هوليك عطر البندق هنا عطى اللون وعطى ثاني الذوق لهاد العجينه. عندي زوج صفار بيض وحبه كامله، نزيد ندخلهم في العجينه. ندير ملعقه كبيره نتاع نواه كوكو ثانيك تعطي ذوق مع عطر البندق. ندير كاس ثانيك غير ربع نشا مايزينا يعني، وندخل كاع المكونات مع بعضها، ونبدا نلم في العجينه تاعي بالفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. ندير ثاني ملعقه صغيره تاع ولا نصف كيس خميره كيميائيه، ما نفوتش نص كيس خميره كيميائيه مع الفرينه، ونخلط هذه المكونات مع بعضها حتى تحصل على يعني بالفرينه نلمها حتى نتحصل على عجينه طريه. دونك حنا رانا في موسم تاع الاعراس ومناسبات، كاين بزاف ناس اللي يحبوا يديروا لي غاتو ساك فوق يعني مع القهوه حليب. كاين يعني يديروا موسكوتو، كاين اللي يديروا لي غاتو ساك. بالنسبه انا هذه يعني جبت لكم لي غاتو ساك اذا ممكن تحتاجوهم في الاعراس تاعكم ولا في مناسباتكم، ساهلين ما فيهمش مكونات بزاف ويحمروا الوجه. هاي لك العجينه اللي تحصلت عليها طريه شاده روحها، يعني طريه ماهيش. نلمها بكيس بلاستيكي ونخليها بجيه، ونبدا نحل في العجينه تاعي فوق كيس بلاستيكي. دوك انت هنا ديري اي شكل حبيتي. انا درت زوج اشكال، درت هذا الشكل الورقه ودرت شكل دائري. السمك تاعو هاوليك باين، يعني ما نديروش خشين بزاف كيما ما نديروش رقيق. هذه هي ونطيبو. ودرت انا ثاني بهذا المول، يعني هايديك درت شوفي كيفاش طاب، ما من اللون تاعو جا عطى عطر البندق، عطى واحد الذوق رائع جدا. والشكل الثاني درتو على شكل ورقه. هنا كل واحد يدير واش يحب، كاين اللي تحبي شكل واحد اخر قلب ولا، هنا لك كل الاختيار. بالنسبه للحبات انا راح نلصقهم هنا بخليط بين المعجون وحلوه الترك. هنا تقدري انت ديري كريمه، تقدري ديري غير المعجون، ولكن الخليط تاع حلوة الترك مع المعجون راح يعطي واحد الذوق رائع لهذه الحلوى. دونك هنا هذه الحلوى راح نلصقها بالمعجون وحلوة الترك، ومن بعد يعني نبانسيها بالمعجون ونرمدها في القطايف محمصين. انا شريتهم هكذاك محمصين، تقدري تشري قطايف وتحمصيهم، لكن من الاحسن تشريهم محمصين يكون اللون تاعهم موحد. فيه لك نبدا نلصق الحبه مع بعضها، ويعني بهذا الخليط حلوة الترك مع حلوة الترك مع المعجون. ممكن تذوقي الحبه تلقاي فيها واحد الذوق بنين، لانه حلوة الترك تعطي واحد الذوق صراحه رائع جدا. ومن بعد هكذا ندير نبانسيها غير بالمعجون من كاع الجوانب تاعها، من الفوق يعني ومن التحت، ونرمدها كاع يتيك الحبه
يعني نرمدها في هذاك القطايف اللي انا شريته محمص. شريت باكي محمص يدير لك يعني خير وبركه. هذو كاع الحوايج تلقايهم عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، تلقاي واش تحبي. شوفي هنا كيفاش راح نديرها مباشره في هكذا في القطايف نرمدها. بعد التزيين تاع الحبه من الفوق انا جبت حبه جوز ولصقتها بهذاك الخليط تاع حلوه الطور. كيما تقدري تلصقيها بالشوكولا انت واش حبيتي. كاين كذلك ترانسفير يتباع مثلا الا كانت عندك مناسبه تاع باك ولا مناسبه تاع بوام ولا تقدري ديري الف مبروك. هذاك الترانسفير ديري فيه الشوكولا تجمديهم وتلصقيهم من الفوق ثانيك راح يجي هاي ليك ديروا مباشره في الكيسات هكذا باش ما نضلش يعني هنا راح نوريك باك التزيين اللي درت انايا حبه جوز من الفوق. راح نكمل كاع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه اللي وريتها لك. انا باش تسهلي على روحك لصقي كاع الحبات مع بعض ومن بعد روحي رجعي للعمليه الثانيه اللي هي ترمديهم في القطايف. هنا تقدري ما ترمديهمش في القطايف، تقدري ديري لهم شوكولا، تقدري تلصقيهم يعني الافكار تقدري انت تكتشف ديريهم يعني ديريهم من روحك. انا عطيت لك لاباز تاع الصابلي وانت تقدري ديري واش حبيتي. تقدري تلصقيهم بالكريمه كيما تقدري ديري لهم شوكولا من الفوق، تقدري ديريهم تزيين اللي راكي حابه عليه. نكمل كاع الحبات اللي عندي ومن بعد نشوفوهم هكذا من الاخر كيفاش راهم. دنقي كيفاش يعني ياخذ كيفاش هنا جات الحبه صراحه رائعه. هاي ليك طريه والذوق تاع حلوه الترك جا فيها ثاني بنين. ويعني ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها في مناسباتكم في لي غاتو ساك اللي ديروهم في الاعراس تاعكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات اخرى. ما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه وديروا لي تخلوا لي تعليقاتكم على الحلويات اللي راني نقدمها واي حلويات راكم حابين تشوفوها.